البنت دي بتشتغل جرسونة في مطعم، من غير ما تقصد وهي بتقدم الأكل دراعها اتخبط في الإزازة، وقعت في الأرض اتكسرت. صاحب الإزازة اتعصب عليها وقال لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت له انا اسفة جدا، انا ما كنتش اقصد. فجت رئيستها في العمل فقالت له حضرتك ما تتضايقش، مفيش مشكلة، احنا هنعوضكم عنها وهجيب لحضرتك إزازة تانية مكانها. المشرفة بتاعتها دخلت لصاحبة المطعم حكت لها اللي حصل، فسألتها هي كانت تقصد انها تكسر الإزازة؟ قالت لها لا. قالت لها طيب الازازه دي مش عندنا منها كتير في المخزن؟ قالت لها اه. قالت لها طيب خلاص روحي قدمي للضيوف ازازه غيرها. ردت عليها وقالت لها انا هخصم ثمنها من مرتب البنت دي. قالت لها لا طبعا ما تخصميش حاجه، اولا دي بتشتغل معانا من 4 سنين وعمرها ما غلطت غلطه، وحاجه وقعت منها غصب عنها مش هتقدر تتحمل ثمن الازازه دي، انا اللي هدفع ثمنها من جيبي الخاص وما تحاسبيهاش على الحاجه اللي اتكسرت. المدير الناجح هو اللي يقدر موظفينه وما يقف لهمش على الغلطه ويقف جنبهم في وقت الأزمات.